مشاهدي شاشة عن أبو ظبي الرياضية، في هذا المساء الزمالك يفوز بعد غياب طويل وبعد عناد مع الوقت والزمن، ينتصر على الأهلي بضربات الحظ الترجيحية. الزمالك تكتيكيا فنيا كان ناجح يا أحمد يا مرتضى منصور. لا مش ضربات حظ ترجيحية ولا مش عارف ايه، ده بمجهود لعيبة تعبت، لعيبة لسه جاية من المنتخب، برضه الأهلي لعيبته جاية من المنتخب بجمهور واقف رغم ان هو ما كملش المدرجات، بإدارة برئيس نادي بيشتغل بمجهودات ناس كتيرة جدا. لا مش ضربة حظ. ضربة حظ دي لما يكون انت اصلا ما عملتش عليك، بس احنا عملنا اللي علينا الحمد لله وربنا كافئنا. بصراحة رأيك ايه في الكابتن محمد حلمي النهارده؟ كابتن محمد حلمي مدير فني مجلس الاداره اختاره، فاكيد احنا واثقين فيه. ادار المباراه النهارده بشكل كويس، عشان كده قدر يوصل للمباراه لخط النهائي. اكيد الحمد لله احنا مركزين بقالنا فتره عشان المباراه دي. احنا مش بنلعب فريق صغير، انت بتلعب فريق من اكبر فرق افريقيا والوطن العربي. النادي الاهلي نادي كبير، فالحمد لله الفوز لما بيجي من الاهلي بيبقى ليه طعم تاني. قول لي ايه المميز النهارده والمختلف في استاد محمد بن زايد؟ يمكن وشه حلو على الزملكاويه. المميز الناس الاماراتيين دول محترمين جدا. بنلعب على نادي الجزيره، استاد محمد بن زايد، ملعب نادي الجزيره، ده شيء بالنسبه لنا حاجه قريبه جدا. مبروك، بس بامانه كنت تتوقع الفوز؟ كنت عندي ثقه في ربنا. ثقه في ربنا، لكن في اللعيبه اكيد اللعيبه النهارده عملت مباراه فوق الاروع. رجاله وطول عمرهم هيفضلوا رجاله ان شاء الله. مبروك للزملكاويه. تقول ايه بقى لجماهير الزمالك؟ اقول لهم احنا بنعمل كل اللي احنا بنعمله ده عشان كنتوا. انا تعبان بقالي شهر ونص، بصحى من الساعه 7 بروح استنى اللعيبه في التدريب، بستناهم انا، لكن بعد ما شفتكم فرحانين كده ممكن اصحى، ممكن ما انامش. طب بما انك مش هتنام وبما انك فرحان، الست لعيبه موجودين النهارده على شاشه ابو ظبي الرياضيه. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا ابو حميد، شكرا. يعني يمكن دي حديث فرحه وابتسامه لاحمد مرتضى منصور، فرحه